السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أنني بخير والحمد لله. إذا قبل ما نبدأ الوصفة نصلوا بالرحمن وصلوا على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جيت نبارطاجي معكم هذه المعجنات البسيطة السهلة السريعة، يعني فكرة جديدة درتها للعشاء وتنبارطاجيها معكم. اذا اول شيء نديرو العجينه نتاعنا كما شفتوا. عفوا قبل درت لاصوص نتاعي لاصوص طوماط الطيب. صوص طوماط فيها شويه نتاع طماطم وثوم وورقه نتاع رند شويه نتاع لي زيبيس. اذا ونمرقوا ومغرف طماطم مصبره ونمرقوا ونخلو كلشي يعقد مع بعضه ومن بعد نرحوها بالميكسور. في ذي الاثناء لاصوص تاعنا راهي طيب، حنا نجو نديرو هنايا العجينه نتاعنا. العجينه نتاعنا فانيك ايضا بسيطه، هي العجينه السحريه يعني اللي نخدموا بها البيتزا، نخدموا بها كاع المعجنات. يعني انا معتمده هذه العجينه سهله مهله تندير بالخف. اذا نخلي لكم مكونات تاعها في صندوق الوصف. هنايا العجينه نتاعي راني نحضر فيها، كملت لميتها كاع بالفرينه. عجينه سهله بسيطه قلت لكم. نلمها بالفرينه ونخليها بجيه ترتاح. هنا حطيتها في البلون دو طرافاي. قبل ما نديرها ترتاح نحطها هنا نلمها في البلون دو طرافاي، نلمها مليح حتى تولي لي ملساء كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نحطها في الاناء اللي عجنتها فيه في الريسيبيون ونخليها نغطيها ونخليها تخمر. في ذا الاثناء راح نحضر الدجاج نتاعي اللي راح نديرو كحشوه. اذا ندير الزيت نتاعي في الكاسرونه يحمى او في المقله، ونضيف له حبه تاع بصل صغيره مقطعه، مقطعه رقيق كما راكم تلاحظوا. ونضيف معاها راس نتاع ثوم. وهنا في هذه الاثناء لاصوص نتاعي وجدت لاصوص طوماط، نحيلها الرند اللي كنت درتو لها ونضربها بالميكسر. وهكا تكون لاصوص تاعنا جاهزه معنا. ونروحوا نحضروا الحشو او الدجاج نتاعنا. هنايا نجيب مقله نحط فيها زيت يحمى، نضيف لها بصله مقطعه مع راس تاع ثوم عفوا، ونخلوهم يتقلوا مليح ونديروا لهم لي زيبيس تاع الشاورما. ونكونوا رحينا ربع نتاع صدر تاع دجاج نكونوا رحيناه في لاشوا ولا تشريه مرحي، ونحطه في المقله يتقلى مع هذاك البصل. اذا ونبقى نقلب فيه حتى اللي يتفركت كامل معايا. هنايا ضفت له انايا مغرف نتاع ماء باش ما يتكتليش وما يبقاش لاصق في بعضياته، بيتفركت على بعضياته ونتحصل عليه مفروم، يعني يبان لك شغل كيما اللحم مفروم. اذا ونقعد نقلي فيه ونحرك. ونروح في هذه الاثناء نحضر العجينه نتاعي بعد اللي طابلي طفيت عليه. ونروح نحضر العجينه نتاعي. شوفوا الطريقه كيفاش. اذا هنا صوص الطوماطي واجده، الدجاج نتاعي والجبن المبشور اللي راح نستخدمه. درت انا 3 انواع تاع جبن، درت جوده وشيدر وموتزاريلا. اذا ونقبض العجينه نتاعي نقطعها الى نكتبها الى نصفين، وكل نصف نخرج منه 3 خبزات كما راكم تلاحظوا. ندير دائما نستعين بالفرينه نرشوها على سطح العمل باش ما تلصقناش لانه العجينه شويه طريه. ونبدا نحل فيها بالغولو كما راكم تلاحظوا حتى اللي نتحصل على القوام اللي او الحج او السمك المناسب، وتكون السمك نتاعها تقريبا نصف سنتيم، يعني رقيقه ما تكونش خشينه بزاف. اذا هنا نقطعها على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا، ونقسم هذا المستطيل الى 4 مستطيلات. هنا كل وحده تخرج لي حبه، يعني ندير وحده فوق وحده يعني تجيني كما الكاري. اذا هنا نعمر ندير صوص طوماط، بعدا ندير الدجاج تاعي، بعدا ندير الجبن ونحط نغطي ونغلق مليح ونرفدها نحطها في الصينيه تكون عليها ورق الزبده. اذا ونعاود نزيد مع الثانيه. هذا الشكل الاول اللي درته، ومن بعد الاخرين درتهم بشكل واحد اخر واللي هي كيما الرزمات. اذا نحلها شكل دائري ونقطعها على 4 ونخليها كل قسم شكل مثلث، ونبدا نغلق فيها بهذا الشكل كشغل رزمه. نديرها كيما الرزمه كيما راكم تلاحظوا. نعاود نزيد نخدم معكم واحد اخرين باش تجيو تشوفوا تفهموا مليح. اذا ندير صوص طوماط الاولى الطبقه الاولى، ثانيا نديروا اللحم المفروم او الدجاج المرحي، وثم نديروا طبقه تاع جبن، نديروا طبقه سخيه تاع الفرماج ونشكلوها. اذا شغل رزمه ونحطوها في الصينيه. من بعد ندهن الوجه نتاعها بلا صوص طوماط
ونديرو عليها شويه نتاع جبن مبشور وندخلوها الفرن. نكون سخناه من قبل على 200 درجه، يعني يكون حامي مليح. من بعد نديرو انا كيما انا قلت لكم من الفرن تاعي نشعلو من الفوق ومن التحت ونحط في الرف الوسطاني مينو فونتيلي. طيب لي مليح نتيا، يعني ديري الفرن تاعك العادي تاع الغاز، شعليلها من التحت كي تحمر شعليلها من الفوق حمريها مليح وخرجيها. اذا كي تشوفيها حمارت لك من كل جوانب تكون طايبه هكا، خرجيها. وكملت هنا العجينه نتاعي كامل بنفس الطريقه. اذا ندير صوص طوماط، من بعد ندير الدجاج، من بعد الجبن ونغلق عليهم. وجدت فاني هذه فتتها في الفرن، طابت لي كيما خوتها كيما البلا الاول. وكانت يعني وصفه سهله، يعني اقتصاديه تندار بالخف. كملت مع كامل الكمية ودخلتها للفرن. وهنا يخرج الفرن الصينية الأولى. إذا كان هذا هو الشكل نتاعها. بعد لي طابت لي، شوفوا الجبن كيفاش يجي سايل فيها من الداخل يذوب، يعني تجي ما شاء الله، يعني الصورة تعبر. إذا ننصحكم باش تجربوها. جاتني يعني قطعت لي كمية وفيرة، كأسين، يعني درت كأسين، قطعت لي كمية وفيرة. وهذه اللي شكلها كاري هنايا. لحقت عليها يعني باش نصورها، شفتهم يعني قسموها وبداو ياكلوا فيها. لحقت عليها يعني طاروا بهم في السماء. اذا هذه المعجنات، هذا النوع من المعجنات. اذا كانت هذه وصفتنا اليوم حبيبتي. اذا عجبتكم ديروا لي لايك وخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما، ومع السلامة الى فيديو اخر.